ايده. فاعملوا معروف يا هذا الجيل، وخصوصا الشباب اللي مش اسلامي، لان الشباب اللي مش اسلامي فاكر هو خلاص نجحوا انهم يكرسوا عنده حالة الاستقطاب ان انا ضد دول. وصدقوني اللي يمنع الطغيان انه يأزأز شباب الثورة واحد واحد انه في القوى الاسلامية، وان في حرب ضدها. يوم ما تتشال القوى الاسلامية ويخلصوا منها خلاص هيأزأزوا الشباب ده واحد واحد. انما دلوقتي في حاجة كبيرة لازم تتشال الاول، اللي هم الاسلاميين. يخبطوا في محمد مرسي ويخبطوا في الاخوان ويخبطوا في السلفيين ويخبطوا في الاسلاميين بكل اصنافهم ويخبطوا في خلاص ال الكتلة دي نخلص بس عليها. بعد كده قول لي ايه يعني لما 1000-2000 واحد انا هعرف اتصرف معاهم. عشان كده انا مش عايز الشباب يبقوا شايفين ازاي ان هم بيستهلك الوقت على ده هم بيستخدموا في خبط الكتلة الاساسية دي علشان التانيين بعد كده هتشوف هياخدوهم واحد واحد كده كده، وهيبقى فيه تعذيب ويبقى فيه ضرب وفيه اعتقال وكل شيء. انما الصح ايه؟ ان انا عند البداية اقول لك مالكش دعوة، انت مالك هو ده موضوعك، اطلع بره مالكش علاقة. وانا احاول ان اصلح، واذا ما عجبنيش ده رئيس الجمهورية فات سنة من ال4 سنين، فات سنة، يعني بعد سنتين من دلوقتي ممكن تبدأ معركة انتخابية رئاسية من اول وجديد. يعني مسألة مش قدامنا مثلا ظهر. فالموضوع احنا نصلح في حدود ان تفضل دولتنا معانا، انما يقعد يطلع لي قضايا. ولذلك احفظوا الكلمة دي، العبرة عندنا بالكليات مش بالجزئيات، بالوضع الكلي، بالميزان الكلي في المجتمع. هل البلد تحت سيطرة أهلها ولا البلد بتروح ناحية سيطرة القوى العالمية بأتباعها في الداخل؟ وأتباعها يعني مؤسسات نظامية انتوا عارفينها كويس كلها، مش واحدة ولا 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 6، مؤسسات نظامية كتيرة. وأتباعها يعني قوى سياسية معروفة. وفي يوم من الأيام وزيرة خارجية أمريكا اللي فاتت دي على طول، لسه من سنتين أو أقل، قالت إن إحنا دفعنا أموال إلى مصر تلقتها جماعات ثورية وسياسية وشبابية، وبعضها تحول إلى حزب سياسي رسمي. هي اللي تقول رسمي، وتقول الكلام ده في الكونجرس وفي المحافل الرسمية وتصريحاتها المعلنة بصفتها الرسمية بمنتهى الوضوح. بتقول احنا دفعنا للمصريين الثوريين. مش معنى ده ان انا بقول على حد، على فكرة يا جماعة، حتى في اللي انا قلته على موضوع الشيعة مثلا، مش معنى ان في قوة عالمية من مصلحتها تدفع فلوس ان في ناس قبضت الفلوس دي رشوة. لا، عيب، بلاش آذان الشياطين وألسنة الشياطين، بلاش الكلام، لأنه لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام، النمام اللي بيصنع الوقيعة. إنما أنت جايز تلاقيني أنا مثلا متبني قضية، تقوم أنت تعمل شغل ب50 مليون جنيه عشان تستخدم كلمتي دي. تكلمني في التليفون، الو سلام عليكم، ممكن تجي لنا احنا عندنا مؤتمر، وتصرف على المؤتمر 100,000 جنيه لانك شايف انه الفكرة اللي انا بقولها انت من مصلحتك تروجها. فاحنا لا نريد ان احنا يا جماعة نفسد على نفسنا اجواءنا. احنا عايزين نتكلم صح، عايزين نتكلم باخلاص. بلاش طريقة قعدة الستات اللي فيها لت وعجن. خليك راجل محترم وشريف ومستقيم. احنا بنتكلم عن ان احنا عايزين نوصل في الخط كده. مفيش داعي ابدا ابدا ان انت تجاوز هذا وتحاول بيه انك توديني في حتة تانية. عشان كده انا بقول لحضراتكم بمنتهى الوضوح، الفكرة الان انه الاتصالات الدائمة علشان تفريق